السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أخباركم إيه؟ إن شاء الله تكونوا بخير وأنتوا بتشوفوا فيديو النهاردة هنتكلم على براند من البراندات اللي على الساحة في المملكة العربية السعودية. الحقيقة أنا بحب إن أنا ألقي الضوء على بعض البراندات اللي أنت تقدر إن أنت تجيب عطورك منها بشكل أسهل، وفي نفس الوقت يعني معروفة دعم للعطور العربية. يعني أنا بحب كده بصراحة، يعني أكتر من المنتجات الأوروبية أو الفرنسية يعني. فطبعا اتمنى ان انتوا كمان كمجتمع عربي ان انتوا تشجعوا المنتجات دي اكتر، لان بصراحة في لمسة جمالية وفي نفس الوقت فخامة في العطور، و يعني بشوف ان ليها لمسات نفس اللمسات الاوروبية يعني. فانت ليه تجيب عطر يعني غالي الثمن وباسعار خزعبلية لما انت ممكن تجيب عطر مميز وفي نفس الوقت بيأدي لك نفس المواصفات وثبات وجودة؟ وانا عارف ان انت بتدور عليه، انت بتدور على ثبات، بتدور على فوحان، بتدور على ريحة راقية. طبعا انا من انصار ان انا عارف ان العطر بيتكلم عنك، العطر يعني بيتحدث على الشخص نفسه يعني. فمن غير انت ما تتكلم انا ممكن يعني اقراك من العطور بتاعتك. اذا كان العطر بتاعك راقي هتلاقي يعني فكرك راقي وفي نفس الوقت مستواك راقي كده يعني. العطر النهارده هنتكلم عليه من شركة رسيس في المملكة العربية السعودية زي ما ذكرت. بلاك تحديدا، بلاك. العطر هو موجه للرجال. العطر يا جماعة أنا بشوف فيه لمسة من اللمسات السويتية وفي نفس الوقت هو عطر مختلف لاختلافه، لأن هو بيبدأ بالعنبر. فالعطر هيبدأ معاك قوي، يعني بريحة قوية، بريحة زخم قوي، وبعد كده يعني هيستقر معاك أو هيهدى معاك في النوتات العطرية في وسط العطر على الياسمين. وده بصراحة الياسمين لما بتوظف في العطور بشكل مناسب لا بتديله فخامة يعني. ويستمر معاك الياسمين كمان على القاعدة العطرية، يعني في القاعدة العطرية وفي وسط العطر معاك الياسمين موجود فيه. بس العطر في بدايته قوي، يعني انت لو انت بتحب الروائح القوية، الروائح اللي بتكون ماشي كده بتملى المكان حوالين منك، يعني قنبلة كده بتغطي المكان كله، لا العطر ده هيكون مناسب جدا بالنسبة لك. طيب العطر بالنسبة أنا أشوفه يعني صيفي ولا شتوي؟ بصراحة أنا أشوف إن تقدر إن أنت تستخدمه كعطور شتوية، يعني على اختلاف رأي ناس كتير ممكن تستخدمه في الصيف، لأن أنا أحبش الروائح القوية ما بتكون في الصيف، ممكن تقلب معاك بروائح مختلفة. الشيء بالشيء يذكر برضو، أنا هسيب لك رابط في أسفل الفيديو في شيء في منتهى الأهمية برضو عشان تعرف تغيرات العطر وليه العطر ما بيثبتش معاك. وبالنسبة لنقطة الثبات، لأن بيجيلي أسئلة كتيرة جدا على نقطة الثبات، أنا هسيب لك رابط في وصف الفيديو بتكلم فيه بشكل دقيق جدا في مقالة مميزة جدا عن عدم ثبات العطر بتاعك. وكمان تقدر تاخد بعض المعلومات، تاخد لك لفة في الموقع، تقدر تاخد بعض المعلومات من المدونة، يعني هتفيدك كتير جدا في العطور. طيب خلينا في العطر اللي احنا بنتكلم عليه النهارده. انا قلت ان العطر تقدر ان انت تستخدمه فترة في الشتاء. العطر هو موجه بشكل اكبر للرجال، ولكن ده لا يمنع ان في سيدات ممكن تستخدم العطر فيه. بس العطر كتوجيه يعني كنقطة عطرية هي موجهة للرجال، لان زي ما انا ذكرت ريحته قوية جدا. عطور رسيس انا يعني جربت عندهم كذا عطر، باذن الله هنزل لكم يعني مراجعات عنها في القناه. طبعا لو لسه مشتركتش يشرفني ان انت تنضم دلوقتي ليا، وكمان انا هسيب لك رابط وصف الفيديو تقدر ان انت تحصل كمان بشكل اسرع على العطر. العطر يا جماعه انا شايفه موجه للجماعه اللي بيحبوا الروح القويه. قلنا زي ما احنا قلنا العطر صيفي، عفوا العطر شتوي ما ينفعش في الصيف. ده وجهة نظري انا الشخصية. فانت بالنسبة لك ممكن ان انت تجربه على حسب تغيرات الجسم بتاعتك وحسب عوامل كتيرة جدا بيدخل فيها العطر. فطبعا المقال هتوضح لك كل الكلام اللي انا بقوله لك ده. طيب بالنسبة لاخر نقطة، الثبات بتاعه الفوحان. الفوحان لا فواح بيستمر معاك لساعتين تقريبا يعني.
على حسب التجارب ساعتين. فواح في المكان، يعني بيملى المكان اللي حوالين منك لما بتكون ماشي، تكون في اسانسير، تكون في كده، فكل المكان حوالين منك يعني يشموا الريحة بتاعتك يعني بشكل قوي يعني. بالنسبة للثبات بتاعه، لا ثباته قوي، يستمر معاك كمان ل 12 ساعة، وفي الأجواء الباردة يا جماعة ممكن يستمر معاك كمان لتاني يوم، فده برضو عامل مهم جدا. آخر نقطة اللي ما عجبتنيش بصراحة، يعني بصراحة في العطر، اللي هي توظيف العنبر في النوتة العطرية في مقدمة العطر. وهم هنا بيقصدوا كهرم عطري إن هم بيركزوا على فوحان أكتر وريحة قوية وثبات. فده برضو باختلاف في التدرج في النوتات العطرية. النقطة دي أنا ما حبيتهاش، لأن يعني أنا كمصمم عطور أنا بشوفها من منظور تاني، يعني غيرك أنت كمستهلك. أنت ممكن تستخدم العطر ما عجبكش مرة فخلاص، لا، أنا بالنسبة لي أنا بشوفها كتدرج للنوتات العطرية والهرم العطر اللي بتكون موجودة فيه. وأفضل شمة إن أنت تشم العطر فيها في الحمضيات فيها، يبدأ يتدرج العطر معاك لأكتر من نوتة عطرية. فده بيديلك أول حاجة يعني استمتاع بالعطر بجميع النوتات العطرية بتاعته، وكمان بيديلك يعني عايز أقول لك إيه، إن أنت بتشم كذا ريحة في نفس الوقت من العطر بتاعك، أو كمان اللي حوالين منك بيقدروا إن هم يشموا كذا ريحة. لكن ده موجه في نوتة عطرية بسيطة. حتى كمان يعني ما حصلت، يعني ما لاحظتش فيه ان في اكوردات ولا حاجه. وطبعا انا اتكلمت على الاكورد، يعني ايه اكورد قبل كده في القناه عندي هنا بالتفصيل. الاكورد ملخص الموضوع ان الاكورد ده بيكون نوتة عطريه، بتكون مجموعه عطريه يعني مصمم العطر بيحتفظ بيها، مكونه وليكن مثلا من 30 50 100 من النوتات العطريه، بتكون اكورد من العنبر، اكورد من الباتشولي، اكورد من يعني زيوت مختلفة، بتكون بيقدر المصمم العطري يوظفها بشكل اكبر كقاعدة عطرية او كنوتة عطرية. انا الحقيقة انا ما شمتش فيها اكورد، ف يقتصر على النوتات العطرية كمان اللي انا ذكرتها دي. في كمان الزعتر، كمان على موقعهم الرسمي كمان موجود الزعتر، هم ذاكرينه برضو. الزعتر بتشم فيه يعني لمسات خفيفة كده من الزعتر، ما بيستمرش معاك كتير، هو متوظف في وسط العطر. انا على حسب الشمة بتاعتي انا شميت في وسط العطر. مش عارف كمان انت رأيك ايه، تقدر تقول لي رأيك في الكومنتات بإذن الله. تفاعلكم شيء مهم جدا، سواء متفق معايا او مختلف معايا في العطر. انا هنا بنقل لك وجهة نظري، انا هنا بنقل لك الصورة اللي انا حسيتها، وكمان كل واحد ليه منظور. انا بنقل لك من منظور كمصمم عطور. الانف العطرية بتاعتي بتختلف كتير جدا عن الانف العطرية بتاعتك. احنا متفقين في النوتات العطرية، ولكن انا بشوفه من منظور، بحاول ان انا ادي لك، انا مهمتي ان انا ادي لك اكبر قدر ممكن من المعلومات اللي انت تقدر ان انت تبني عليها كقاعدة عطرية، تبني عليها قرارك للشراء، ان انت تشتري عطر ده يكون مناسب جدا بالنسبة لك ولا مش مناسب. فانا لما بقول لك العطر عجبني من منظور 1 2 3 من النوتات العطرية اللي انا شميتها فيه، وفي نفس الوقت من منظوري انا، انت فاهمني؟ فده الكلام اللي انا عايز ان انا اوصله لك بشكل اكبر يعني. لان بتجيلي ناس كمان يا جماعة، انا وقت ما بكون بسجل فيديو، يعني مثلا انا جربت العطر ده، برضو شيء مهم جدا، معلش اتحملني في الدقايق الاخيرة دي. انا لما باجي اجرب العطر، فانا بجرب العطر مثلا في توقيت معين. انا جربته دلوقتي مثلا وقت ما انا سجلت الفيديو. بعد 5 شهور، بعد سنة من انت بتدخل تشوف الفيديو، لسه انت شايف الفيديو، فانت تيجي تقول لي لا والله انا شفت العطر بس هو ما ثبتش. لا، في شيء مهم. بعض للأسف يعني بعض البراندات بتستعجل على تخمير العطر. يعني ايه تخمير العطر؟ المرحلة اللي تسبق ان هو يطلع العطر للبيع. المرحلة دي بيكون فيها العطور بتكون في مرحلة تخمر عشان الزيوت العطرية تمتزج ببعض. المرحلة بتاعت التخمر دي يا جماعة، طول ما طالت الفترة بتاعت التخمر، يعني في ناس بتسيب العطور تتخمر مثلا فترة 6 شهور او فترة سنة علشان يطلقوا العطر السنة الجاية. ففترة سنة دي بتكون
فترة كفيلة جدا ان هي تدي ثبات للعطر، تدي ثبات للنقطة العطرية سواء مقدمة العطر او القاعدة العطرية او وسط العطر، تدي ثبات ليها. يعني هتشم مثلا وليكن الباتشولي في وسط العطر، فانت هتشم باتشولي صريح، مش هتشم باتشولي ويتقلب معاه مثلا، بتقلب معاه مثلا حاجة تانية من الزيوت العطرية، فلا. فترة التخمر دي فترة مهمة. للأسف في بعض البراندات بتستعجل على فترة التخمر وينزل عطر للسوق بشكل أسرع، يعني العطر اللي عنده سولت أوت فيروح منزل كمان الدفعة الجديدة. فلما بتنزل الدفعة الجديدة بيحصل إيه؟ بيحصل إن العطر ما بيثبتش أو بيحصل خلل في العطر، رغم إن النوتات العطرية متوظفة كويس جدا، ولكن مرحلة التخمر سقطت منه، فبيحصل المشكلة هنا. لذلك في براندات كتيرة، وانا بقول لك انا فعلا انا لاحظت الموضوع مع براندات كبيرة، خصوصا براندات عربية، بس عشان نبقى منصفين برضو. براندات عربية بتكون المرحلة دي بتكون بالنسبة لهم مشكلة، هم ما بينتبهوش ليها او بيكون خطأ من الشركة نفسها، فبرضو بتفرق معاهم بشكل كبير جدا في المبيعات. وكمان الناس بتلاحظها، يعني الناس النهارده الانف العطريه النهارده في العالم العربي متميزه جدا، يعني مواطن عادي يقدر يشم 1 و2 و3 من العطور، يقدر يقارن بينهم، يقدر يعرف اذا كان العطر ده من الشركه دي محافظه على الجوده والثقافه والفخامه بتاعتها ولا لا، بصرف النظر عن ان هو ينزل لك عطر كل شويه عشان نسب المبيعات. ارجو ان انا اكون وضحت النقطه دي، لان النقطه دي مهمه جدا، كمان معلومه مهمه جدا عشان تكون فاهم ومستوعب. لذلك انت لما بتيجي تجرب العطر حاول ان انت تجرب العطر على ورقه الاختبار. ورقه الاختبار يا جماعه اقوى دليل ان انت تقدر ان انت تجرب العطر عليها، لان بتفرق كتير جدا بالنسبه لعدد ساعات النوتات العطريه. وطبعا انا اتكلمت عنها في فيديوهات سابقه، الفيديو طول مني. اتمنى ان انا اكون قدمت لك معلومه مفيده، وكمان انا اسيب لك روابط، ما تنساش تطلع على الروابط الموجوده في وصف الفيديو. شكرا، اشوفكم في فيديو جديد. سلام عليكم ورحمه الله وبركاته.